ابني راح يسأل عليها لقى الواحدة عاملة 80 جنيه، ويا دوبك ما تأكلش عيل صغير. طب وليه؟ رحت بعتها جاب لي الجبنة الموتزاريلا وكل المكونات كانت موجودة عندي في التلاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض عجينة البيتزا، باختلاف طبعا بعض الحاجات اللي مش هنعملها فيها لان هي موجودة على القناة عندي. فانا اللي هعمله معاكم النهاردة طريقة عجنها وطريقة فردها بكل سهولة معاكي، وطريقة التسوية الصح عشان خاطر تطلع مظبوطة وتطلع طرية من جوه كده. حتى لو قعدت لتاني يوم هتفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها. بس تابعيني لاخر الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. انا جبت هنا في برطمان ازاز، كوبايه ازاز المتوفر عندك، حطيت فيه معلقه خميره، وحطيت معلقه وربع من السكر على كوبايه لبن وكوبايه ميه فطره. هقلب كل ده مع بعضه وهسيبه على جنب لحد اما اما تختمر معايا. الخطوه دي اسمها خطوه اختمار الخميره، عشان خاطر ما تتعبيش وتجيبي وتعملي وفي الاخر تطلع الخميره معاكي غير صالحه للاستخدام. انا سبته على جنب لمدة 10 دقايق، وجبت عندي طبق كبير حطيت فيه كيلو وربع من الدقيق، حطيت معلقة سكر، وحطيت نص معلقة زعتر، وحطيت ربع معلقة ملح صغيرة. ما تحطيش ولا اكتر ولا اقل من كده. وحطيت كمان ربع كوباية زيت، وابتديت ان انا ارش كل المكونات السائلة اللي عندي. يعني احط الاختبار الخميرة اللي انا عملته هوريه لكم. ده كده اختبار الخميرة، ده كده واضح جدا ان الخميرة عندي ناجحة. أنا لو كنت سبتها أكتر من كده كانت وصلت لآخر البرطمان. وجبت كوباية كبيرة بلاستيك حطيتها نصها مية فطرة، وحطيت عليها ربع كوباية لبن. لو مش موجود عندك لبن تقدري تستغني عنه تماما. لو موجود عندك لبن بودرة يبقى تمام، وتقدري ان انت تحطي معلقتين من اللبن البودرة. انا كده حطيت كل المكونات السائلة بتاعتي، بس المية او المية اللي متحللة بلبن يعني مخلوطة بلبن حطيتها بالتدريج لحد ما لميت العجينة بتاعتي. عجن لمدة ربع ساعة على الرخامة، وبقت طرية معايا كده زي ما انتوا شايفين. العجينة بتاعتك تكون طرية ما تكونش لازقة، انا عايزاها طرية بس ما تلزقش في ايدي. هي مش لازقة معايا، انا بلمها من على الرخامة وحطيتها في الطبق بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين هي طرية وناعمة جدا. وحطيتها في الطبق وغطيتها، وطبعا قبل ما اغطيها كنت ملمساها من فوق من تحت بحبة زيت صغيرين. وده كده شكلها بعد ما اختمرت لمدة ساعة. طبعا احنا عارفين ان الجو حر، والخميرة طالما صالحة للاستخدام او ناجحة، الخميرة مدة صلاحيتها كويسة هتخمر معاكي وهتوصل للنتيجة دي. انا فردتها كده على الرخامة، وفردت الاول حبة من الدقيق، وابتديت ان انا اقرص كل الكور بتاعتي. هبتدي عم اقطعهم كور زي ما انتوا شايفين على قد كف الايد. طبعا الكمية الدقيق دي طلعت لي عفوا، طلعت لي 7 من الكور، 7 كور عجينة. اه والله 7 كور، مش مصدقين؟ طبعا احنا بنجيب الحاجة من بره غالية، لكن احنا لو عملناها في البيت هتبقى يعني تكلفتها بتمن صينية من بره. انا ابتديت ان انا اقطع كل الكمية بتاعتي وطلعت معايا 7 كور. طبعا انا عملت 5 صواني مقاسي 32، وعملت صينية كبيرة كان مقاسها وسع ل40. ومع كل كورة من دول انا خدت قطعة صغيرة كملتها على الكورة ال7 عشان تبقى اكبر في الحجم. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ارش دقيق على المشابة، وهفردها كده على الرخامة دي من فوق ودي من تحت. هتفرد معاكي بكل سهولة، بس طبعا ما تكتريش، يا دوبك رشة كده من فوق ورشة من تحت هتلم معاكي وتبقى زي الفل. طبعا انتوا شايفين بعينيكوا العجينة بتتفرد ازاي. ده انا كمان مسرعة على الفيديو. استها كده على قد الصينية، وهبتدي احطها في الصينية، وبطراطيف صوابعك كده تبتدي تفردي من الطرف بتاع العجينة عشان تديكي كده شكل اللي هو القابب اللي بنجيبه من بره. طرف الصينية بس بصوابعك. طبعا الخطوة التانية اللي هوريها لكم عشان لما تاكلي البيتزا ما تحسيش ان انت بتاكلي فينو، تبتدي تقرصيها بالشوكة كده تشكشكيها كلها عشان ما تنفخش معاكي في الفرن وتبقى عاملة زي الفينو. احنا عايزين ناكل عجينة ملمسها رقيق جدا زي اللي احنا بنجيبها من بره وبنشوفها بره. دي تاني صينية معايا. هبتدي اخد كرة تانية برضو، انا بوريكم طريقة الفرد بتاعتها. بصوا انا خدت من كل كرة باخد حتة
عشان اكمل العجينه التانية. شايفين حتى وانا بفردها بايديا بتفرد معايا بكل سهوله. هبتدي كده برضو بايديا من فوق من تحت بحبه دقيق صغيرين، وهفرد بيه المشيبه. طبعا الزعتر مديها طعم تاني خالص، ومودينا في ناحيه تانية خالص جميله. هاخدها برضو نفس اللي انا عملته في الصينيه الاولانيه هعمله في الصينيه التانية. طالما العجينه مظبوطه معاكي واختمرت تخمير صح هتديكي يعني هتفرد معاكي بكل سهوله. انا هخلص كل الكميه بتاعتي وهحط الصواني على جنب. وبرضو ما تنسيش خطوه انا باخد كده دي بصوابعي لان العجينه طريه، بحط كده دي في صوابعي عشان اقدر ان انا اعمل الاطراف في صوابعي. طبعا خطوه الشوكه دي مهمه جدا، محدش ينساها او يكبر دماغه، لانها بتفرق في قوام البيتزايه، من ان انتي بتاكلي بيتزايه زي اللي بتجيبيها من بره، وان انتي بتاكلي فينو من الفرن. انا هخلص كل الكميه بتاعتي ودخلت على حشو كده. انا كده عجنت كل البيتزا بتاعتي، عجنتها وركنتها على جنب. الحشوه بتاعتي جبت قوطه قطعتها وشلت القلب بتاعها عشان انا مش عايزه الميه، وجبت شرايح فيليه قطعتها كنت مشوحاها برضو على النار، وفلفل حراق، وجبت جبنه موتزاريلا، جبت كيلو جبنه موتزاريلا. طبعا انا حطيت كل ده زي ما انتم شايفين كده، وفردت الصينيه بتاعتي بالصلصه. ولما فردتها وحطيت كل الحشوات عليها دخلتها الفرن تاخد يا دوبك التسويه من تحت وطلعتها. طبعا انتي بتحطي في الاول طبقه حبه بيتزا جبنه صغيرين عشان تمسك في كل المكونات اللي محطوطه من فوق. طبعا في حاجات كتيره انا اسفه محذوفه من الفيديو، بس انا هقول لكم عليها. انا اول حاجه جبت الصينيه فردت فيها البيتزا الصلصه. لما فردت طبعا العجينه حطيت الصلصه ورحت حاطه الحشو بتاعي، وحطيت حبه جبنه موتزاريلا في الاول، وحطيت بقيه الحشو بتاعي وضغطت بايديا ودخلتها على فرن ساخن جدا في الرف اللي في النص، يا دوبك استوت من تحت. وطلعتها قطعتها بالسكينه زي ما انتم شايفين، وبعد كده رشيت عليها الجبنه الموتزاريلا ورجعت دخلتها تاني، وده كان شكلها النهائي. ليه بقطع الجبنه البيتزا بعد ما بتستوي قبل ما اخدها الوش اللي فوق، عشان لما تيجي تطلعي القطعه تطلع معاكي بالجبنه بتاعتها، ما تشدش او الجبنه كلها تقع منك. فانت اقطعيها ورش عليها الجبنه الموتزاريلا ودخليها تاني تاخد وش من فوق، وشكرا على كده. طبعا انا خلصت كل الكميه بتاعتي وطلعتها من الفرن، كان فرن سخن جدا اعلى درجه عندك في الفرن. وتحطي البيتزا في الرف اللي في النص وبتسويها الاول من تحت بكل الخضروات والحاجه بتاعتها، وبعد كده بتطلعيها تحطيها على جنب، وتقومي جايه مقطعاها بالسكينه مثلثات كده زي ما انتم شايفين، وتقومي رشه بقيه الجبنه الموتزاريلا بتاعتك عليها وتدخليها تاخد وش تاني من فوق، عشان توصلي لقوام الجبنه الموتزاريلا يبقى ناعم وطري كده معاكي، ويفضل طري معاكي ما ينشفش منك حتى لو خدت لون من فوق. بتجيبي الجبنه الموتزاريلا بتاعتك، بتجيبي معلقتين من الزبادي ومعلقتين من اللبن بتخلطيهم في بعض وبتحطيهم على الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده بترشيها عادي على وش البيتزا بتاعتك بعد ما تكوني سويتيها. انا بطلعها بايديا لان هي مش لازقه في الصينيه، لان العجينه مظبوطه ومتخمره تخمير صح واتخدمت في عجينها كويس. ده كده شكل البيتزا الكبيره. دي البيتزا الكبيره اللي انا قلت لكم عليها، دي حوالي تقريبا مقاسها 40 في الحدود دي او حاجه و40. بس بجد البيتزا كانت حلوه جدا وطلعت لي كميه كبيره جدا. طلعت 6 صواني من البيتزا كبار، اكبر واحده فيهم عامله مقاس 40 وبقيه الصواني عامله 32. ودي كانت الوصفه بتاعتي النهارده. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. طبعا احنا كنا بناكل وخلصنا كل الكميه. بصوا شكلها طري ازاي، حتى وانتي بتتنيها بصي ما بتتكسرش معاكي، ملمسها ناعم والعجينه طريه واخده طراوه طبيعيه جدا من جوه، مش ناشفه معاكي وما اتحرقتش. وخلي بالك برضو من التسويه ما تاخدش اكتر من 10 دقايق على حسب فرنك، انت عينك عليها وخلي بالك منها. بصوا شكلها جميله جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.